هسه احنا مقبلين على اجواء حاره، شنو نصيحتك للناس بهاي الاجواء الحاره؟ بالأجواء الحارة الحفاظ على صحة العين، فيتجنب فرك العين إضافة إلى شرب كميات كافية من المي. يلبسون نظارات شمسية بولارايزد يسموها. زين دكتور، اللي عايشين بالقرى والارياف أي. ليش الرؤيه مالتهم اقوى من اللي عايشين بالمدن هسه دكتور؟ يطلع لنا واحد ابن قرى ويقول أنا ألبس نظارة، فعلا شيء وراثي، تلبس نظارة ما صح. له علاقة. زين النظاره تعالج؟ لا ما تعالج، بس تحافظ لنا على العين من الصداع، على الراس ما يصير عنده ألم. أي. زين اكو عمليات دي يسووها هسه انه تغيير لون العين، اخضر ازرق اصفر. أنا ما أنصح به، لأن بكل التقنيات الموجودة بها أضرار على العين وتؤدي للعمى. السلام عليكم، أنا عمر الأسمر، طبيب تحت المجهر مع الأسمر، ويانا الضيف الدكتور اختصاص طب وجراحة العيون دكتور رعد مسلم. أهلا وسهلا بك أهلا دكتور. وسهلا حبيبي. عندي سؤال، إيش عجب اختارت هذا القسم بالتحديد بالطب، إنه جراحة العيون؟ جراحة العيون أنا حبيته، وأكو سبب أيضا لجأت له، لأن عندي فوبيا من الدم. أي بأيام الطبية من أشوف الدم يعني حتى وجهي يصير أصفر وكذا. نعم. فشخصون الأطباء قالوا عندك فوبيا من الدم. الطب وجراحة العيون العمليات كلها ما بيها دم نهائيا، هو كله ليزر، تصحيح البصر، سحب الماء الأبيض. أي كل هذه العمليات أصلا ما بيها دم، ما يطلع دم من العين. زين إيش معنى أي. اختارت تخصص فقط عمليات تصحيح البصر وسحب ماء الأبيض؟ لأن لاحظت نسبة النجاح بيها تقترب من 100%. نعم. ما بيها أي مشاكل، يعني سحب المي وزرع العدسات إضافة إلى تصحيح البصر، نتائج حلوة والمريض يكون سعيد، والطبيب أيضا سعيد ومرتاح. نعم الحكي. أي. زين دكتور، شلون شفت تواصل الناس وياك، يعني الشغلات اللي دا تقدمها لهم من نصائح سلبية إيجابية دا تشوفها ويا الناس؟ بصراحة حتى تفاجأت، يعني كلها إيجابية، وحتى لاحظت يعني الناس دي يطبقوها عندهم بالبيت، خاصة النصائح على الأطفال والابتعاد عن الأجهزة اللوحية وشون تأذيهم، والألعاب، ألعاب مسدس الصجم مثلا، ألعاب الليزر. نعم. أي البنات بالنسبة لوضع الكحلة، العدسات اللاصقة، اكو استجابة كبيرة هاي يعني. كلها راح نحكي بها لاحظت يعني. بالتفصيل هسه حاليا، على الناس تعرف أي. وشغلات المضرة وشغلات المفيدة للعين. عندك أكثر من 500,000 متابع نعم. وأكثر من 500,000,000 مشاهدة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. جمهورك بس عراقي لو عربي همينة؟ لا عربي، إيه عراقي بالدرجة الأولى ومن كل البلدان شلون العربية، شفت تقبل وحتى من العراقيين والعرب؟ باقي الجاليات اللي موجودة خارج العراق يتابعوني ويراسلوني. أنا سمعت حتى إنه عندك إنه مرضى يجوك من خارج العراق عرب للعيادة مالتك أي. همينة، يعني كل من خارج العمليات. العراق ومن المغتربين خارج العراق. أي. هنا الحكي. من زين. البلدان الغربية يعني. هسه احنا مقبلين على اجواء حاره، واحنا هسه بصيف كلش حار، شنو نصيحتك للناس بهاي الاجواء الحاره؟ بالأجواء الحارة الحفاظ على صحة العين، خلي يشربون مية هواية، يعني لا يترك نفسه عطشان. زين. هاي أول خطوة. تصير عنده حكة شكة لا يفرك عينه. فرك العين تفرز مواد راح تهيج العين بالأكثر وأكثر، وراح تضعف البصر بالاستمرار، يضعف عنده البصر. فيتجنب فرك العين إضافة إلى شرب كميات كافية من المي، وإضافة إلى مثل هاي شمسنا هي حارقة، يلبسون نظارات شمسية بولارايزد يسموها. نعم. يو في فلتر اكو بيها للأشعة الضارة. هاي أهم النصائح وهي جدا بسيطة. زين، بالاونه الاخيره انتشرت ظاهره انه قطرات تصحيح البصر، اكو هيك شيء؟ لا هي هاي قطرات وهمية، أنا نبهت عليها أكثر من مرة، نعم. وقمنا نطرحها احنا بالفيديوهات مالتنا حتى خطية نجنب الناس، نعم. لأن هواية انضروا من عندها. أي أهداف الناس اللي دا يروجون إلى أهداف مادية، وما نعرف يعني ضعف بالرقابة عليهم أو كذا، ما نعرف احنا. يعني نصيحتك يعني للناس انه انه من يستعملون؟ يشوف هيك اعلان قطره تصحح البصر، قطره
تغيير لون العين. تغيير لون العين، قطرة تزيل المي الأسود، قطرة تزيل المي الأبيض، الأعمى ترجعه يشوف. صح. زين، من يشوف هيجي قطرة لا يتجنبها رأسا. أي، وأكو ناس يعني متفهمين الموضوع رأسا يراسلون صفحتنا، احنا نحذرهم من عندها ويشكرونا طبعا. صح. أي. زين، اكو عمليات دي يسووها هسه انه تغيير لون العين، اخضر، ازرق، اصفر، هاي العمليات تنصح بها انت لو لا؟ أنا ما أنصح بها، لأن بكل التقنيات الموجودة بها أضرار على العين وتؤدي للعمى. يعني إذا نريد نشرحها واحدة واحدة، أكو العمليات القديمة كانوا يخلون قزحية نعم. اصطناعية فوق القزحية الطبيعية، وتنسد هاي الترابيكولار مشورك، ويصير عندنا تلف بالقرنية من الداخل، نعم. وتلف بالعصب البصري. يعني شنو الفائدة؟ واحد عينه مثلا نقول محصل اللون اللي يريده صح. وهو أعمى، ماكو أي فائدة. صحيح. وهواية بناتنا وأخواتنا وقعوا ضحايا الهيك عمليات. يعني هاي حالة ضرر العين اللي تصير اللي يلبسون عدسات البنات. يعني همين نصيحتك اريد العدسات اللاصقة اللي الملونة والطبية، همين اتوقع بها ضرر للعين. أي بالضبط، لأن هاي تمنع هي العين شنو الجزء الوحيد بالجسم اللي ما بي بلاد فيزلز نسميه، ما يتغذى عن طريق الدم. نعم. ما بي شرايين وأوردة. هسه كل أجزاء جسمنا بيها شرايين وأوردة ما عدا القرنية، هذا الجزء الأمامي مالت العين. فمنين تتغذى؟ تتغذى من الدمع، إفرازات الدمع، الأكسجين المذاب. زين، واكو ايضا اميونوجلوبولينز تحميها من هذا. احنا نجيب فد جسم غريب ونلطش عليها. كل هذه الفوائد اللي مهيئها ان رب العالمين راح نمنحها من الوصول للقرنيه. فقسم منهم يصير جفاف مزمن، حساسيه، قسم قرحه تصير، حتى لو كانت البنيه حريصه انه تنظفها وتعقم وكذا ونوعيه راقيه. صح. والشركات تروج إلها وهاي بيها فتحات وكذا. زين، فأنا ما أنصح بها نهائيا، لأن كلها بيها أضرار وتسبب قرحة، العفو، تسبب قرحة بالعين وتسبب تلف القرنية. وهواية بنات وقعوا ضحايا لهذا الشيء. اكو هواية همين هي لابسة العدسات وتفرك بعينها، زين هذا الضرر ايش راح يصير بالعين؟ ضرر طبعا مضاعف. ضرر مضاعف. أي ضرر مضاعف، لأن هي العفو من تلبس العدسات راح تتهيج العين، فرد فعل شنو يفركها؟ راح تنفرز انزيمات اضافيه، راح يضعف النظر وهوايه تصير بها مشاكل. زين دكتور، شنو فرق؟ هواي ناس همينه تسال فرق بين الماء الابيض والماء الاسود، شنو فرق بيناتهم؟ يعني شنو ماء اسود شنو ماء ابيض؟ المي الابيض هو عتامه تصير بالعدسه، عدسه بداخل العين. نعم. هاي العدسه مسؤوله انه يعني 65% من الرؤيه عن طريقها. 65 هذه وين صايره؟ بالسواد مال العين، هذا البؤبؤ جوا. نعم. هذا السواد مال العين هسه كل احنا دا ننتبه في الصوره، تصير جوا. تصير هي مثل الكره، نصف كره. هاي عاده رب العالمين خلق لنا اياها شفافه. نعم. فمن تصير بها عتامه؟ نعم. لاسباب كثيره. تصير بها يعني شلون عندنا فد جيلاتين صافي، ها، وتتخلى خيوط بيض، وبعدين الخيوط تزيد يصير كله ابيض. ودرجات طبعا، الابيض اذا همناه راح يصير جوزي لونه. فهاي تصير عتامه بعدسه العين مو بالقرنيه، عتامه بعدسه العين، فنسميها مي ابيض. كتراكت هو. صح. احنا نسميه بالعاميه عندنا مي ابيض. هذا الضوء من يجي الصورة تصير غواش بيها. المريض عادة من يريد يسوق يحس معاناة، الضوء من يسلط على عينه يحس اكو معاناة، يقول دكتور أنا مو مثل الأول، أنا مو مثل الأول، يعني ما يشوف زين. أي ما أشوف زين. وكل ما تمر شهر شهرين ثلاثة فترة زمنية أحس الغواش يزيد. الفحصة يطلع عنده العتامة هاي احنا نسميها مي ابيض. علاجه هو هذا الشيء؟ علاجه فقط العلاج الوحيد انه نسحبه ونزرع عدسه، هي نعوض العدسه من رب العالمين اللي خلق لنا اياها.
زين. نعوض العدسه، طبعا نسوي له فحوصات ونشوف العدسه اللي تلائمه شنو، بحيث ترجع مثل العدسه اللي شلناها المريضه. ترجع عنا 6 على 6. اي اغلب المرضى عندنا 6 على 6 طبعا. اي. زين، الاستجماتيزم شنو هذا؟ مرض شيء يصيب العين؟ الاستجماتيزم هو هذا يصير سببين، اما بالقرنيه او بعدسه العين. نعم. تصير مثل ما نقول تضاريس القرنيه تتغير. انا دائما امثلها للمرضى، اقول لهم مثلا انت عندك فد قبه من مرمر نعم. وبيها طسات، هو هذا الاستجماتيزم. يعني يصير مثلا محور منها يتغير، ارتفاع منها ازيد، منها انخفاض ازيد. زين، يعني التضاريس مالتها تختلف، مو جايه انسيابيه، نسميه هذا استجماتيزم، هو خطا انكساري. علاجه يلبس نظارات المريض او يسوي له تصحيح بصر، يسوي له ويرجع يشوف. يعني جميع عمليات نصلح هاي التضاريس العفو بالليزر. نعم. وترجع العين 6 على 6 بتصحيح البصر؟ اي طبعا بعد الفحوصات نتاكد. اذا السبب فقط بالقرنيه يرجع 6/6. زين، انا عندي سؤال. قبل شوي تكلمنا على الماء الابيض. انا سمعت انه الماء الابيض مو بس الكبار بالعمر يصير بيهم، حتى الاطفال. اي، لان هو اسبابه كثيره. اكو مي ابيض اسبابه ولاديه، نسميه نعم. كونجنتال كاتاراكت، نعم. يصير بالاطفال. هذا عادي. هذا هم زراعه عدسه وهو صغير؟ اي نسحب المي ونزرع عدسه، بس شو نخلي بالاعتبار؟ نخلي بالاعتبار نمو العين. فنزرع له عدسه بحيث تلائمه حتى من يكبر ما تاذي، يعني تبقى نحسب له خطه بلان يعني ويا العمر. يعني هاي العدسه تصير هاي مايوبك شيفتنج نسوي، نحسب حسابه اللي قدام. نعم. اني هاي طريقتي يعني. زين. وعندنا اكو سبب اخذ الادويه ايضا، هاي يصير بالشباب. نعم. فيصير عنده مي ابيض خلف العدسه، او ضربه مباشره على العين، تروما نسميه. نعم. ايضا نسبب مي ابيض، هذا يصير بكل الاعمار. صح. تروما مثل حادث سياره كذا، ضربه مباشره على العين. اي. واكو لا اسباب مثلا ذولا كبار. عندنا السكر ايضا يصير المي الابيض، مو كان ما يصير بعمر ال60، يصير حتى بال40 وبال30. يعني هو اللي بيسكر همينه يقدر يسوي عمليه؟ يصير اذا لازم نفحص شبكيه، اذا ما بيها شيء نقدر نسوي له عمليه. يعني حتى اللي بيسكر؟ اي. اذا الشبكيه بيها شيء لا، نقول له نصلح الشبكيه بعدين العمليه النصها. من ضمن النصائح اللي قدمتها للناس، أنا تابعت الفيديوهات عندك تقول حتى مشروبات الطاقة تأثر على العين. اي، لان هاي بيها ماده الكافيين، وهاي الماده تاثر حتى على الدوره الدمويه، على الفيزولز، وتاثر على العين. اي. يعني من ضمن حتى ارتفاع ضغط العين هي لو ما ممكن. اكو بعض الدراسات تقول اي. نعم. اي مشروبات طاقه نحذر منها احنا اذا صارت بكميات مفرطه. وكذلك القهوه ايضا بها ماده كافيين، والشاي. يعني واحد اذا مفرط يشوف يعني كل جسمه يتخربط. زين، من احنا صغار كنا نسمع انه اللي ياكل جزر عينه تصير 6 على 6. اذا واحد مثلا عينه ضعفت واستمر سنه كامله يوميا كله جزر، ترجع عينه 6 على 6؟ لا، هي الفكره شنو؟ الفكره احنا مثلا هذا جزر، نعم، بفيتامين اي بغزاره، وباقي الفيتامينات، صح، الفيتامينات. فهذا ما دام فيتامين اي موجود، هذا الغدد الدمعيه يرطبها، يحافظ على صحه العين، جدا جدا ضروري. ياخر الماء الابيض، ياخر شيخوخه الشبكيه، الاي ام دي نسميه. فهو هذا الفيتامين وموجود اكثر شيء بالجزر، يعني بنسبه عاليه. فاحنا نزلنا فيديو يعني نصحنا انه باكل الجزر او عصير الجزر. مو بس هاي عندك همينه. ايش قلت انت؟ قلت اللي ياكل سمك همينه مفيد للعين. اي، لان اكو بي اوميجا 3 وبي فيتامينات وهوايه طبعا. بس مو بالافراط منه، يعني يوم ياكل لا طبعا لا، خمو يضرب له 110 كيلوات. لا. هي محسوبه علميه. نعم. يفضل 150 غرام 250 غرام بالاسبوع. محسوبه، يعني محسوبه 3 مرات بالاسبوع. محسوبه يعني مو افراط. يعني نقول ربع كيلو مثلا ويا الغداء. نعم. مثلا فشي مفيد 3 مرات بالاسبوع. زين دكتور، شنو العمليات
او الاشخاص اللي جوك المرضى اللي اثروا بيك داخل العياده اكثر شيء انه انت مثلا انه اثرت بيهم؟ والله كثيرين هم. يعني هم اللي جوك اي اشخاص ما يشوفون، رجع بصرهم اي كذا. بالضبط، يعني يجون انا عاده استخدمها كمزحه نعم. ويا المراجعين. عاده كبار السن يجيبوهم اولادهم، احنا مجتمعنا الشرق الاوسط يعني بارين باهلهم، نعم. فيجون وياه ثلاثه اربعه يعني قايدي اولاده وجايبي. انا بصراحه من افحص المريض، مريض او مريضه، عندي حسب خبرتي اشوف يعني انا بيها يعني انتاج بعد العمليه، يشوف نعم. حسب خبرتي. ف يعني اشوف الشبكيه وهذه، فاشرط عليهم شرط، اقول لهم هسه شرط ان شاء الله يعني من نسوي له عمليه انا ما اقبل اي واحد يقوده، هو يقودكم. اي. اي فيكون سعيد ومعنوياته عاليه، وفعلا بعد العمليه من يرجع يشوف هم متعلمين يقودوه. نعم. اول يوم مثلا نفتح عمليته متعودين لا اراديا، اقول لهم لا احنا شو اتفقنا؟ مو اتفقنا هو يقودكم، يلا اطلع انت قدامهم هم وراك. اي اشكل يعني فتصير الحمد يعني لله شكون ترجع تصير يعني. مزحه حلوه يعني. حلو. هاي الاشياء الحلوه نستخدمها، بس طبعا الاثار النفسيه على الطبيب كثيره يعني. يعني يجيك واحد ما يشوف وماكو امل انه يرجع، مم. هذا نتاذى عليه. يعني وتاذى هوايه على مرضى امراض السرطان، أوه. عجز الكلى، حيل اتاذى زين يعني شنو من ردات يجوني يعني فعلهم من تقول له العياده. انه انت مثلا ما تقدر تشوف بعد؟ لا انا ما مستحيل اقول للمريض هيك، اقول له اكو امل ان شاء الله، العلم يتطور ان شاء الله، بمرور الزمن ممكن يخترعون فد علاج بسيط وترجع تشوف مثل بقيه الامراض المستعصيه، فيطلع على الاقل عنده طاقه ايجابيه وما فقد الامل. مستحيل اخليه يفقد الامل المريض يعني. اقول له بالمستقبل ممكن يخترعون علاجات، والعلم في تطور دائم. الحمد لله. اي زين حساسيه العين شنو هاي؟ حساسيه هي، شوف هسه احنا عندنا اكثر شيء بالعراق هو حساسيه. نعم. اي تصير لان اولا جو مالتنا بالشرق الاوسط منطقتنا متربه، شمس عاليه نعم. قويه، جو حار، زين المناطق الزراعيه ايضا، فتشوف اغلب مرضانا عندهم حساسيه وعندهم جفاف يجون. ايه هذه تصير هاي انت طبعا هيستامينات تنفرز، وهاي طبعا نعم. حكي علمي هذا. فنشوف مرضانا، انا دائما انصح المريض اشرط عليه شرط انه انا راح اعالجك، نعم. بس على شرط تواعدني ما تفرك عينك، اذا حكتك ما تفركها. زين اذا واحد وفعلا يعني من استجاب العلاج ويقول انا موعد دكتور رعد ما راح افرك عيني، احصل نتائج حلوه بيه. حلو. اي بس ابلغه انه شغلته ترى مزمنه، انت مو تطلع من يمي تشوف نفسك وراء اسبوع شويه تحسنت تذب العلاج وتأيس. اي شغلتك مزمنه، تحسب حسابك كل 6 اشهر كل 4 اشهر لازم تراجع طبيب عيون ويعطيك علاج مناسب. زين دكتور، همينة تشتغل عمليات ضفرة العين؟ لا انا ما اشتغل هاي. زين هي شنو ضفرة العين اذا ضفرة عندك العين هاي ايضا نوع من الحساسيه، هاي تصير بالابيثيليال لاير، هاي بالبياض، فتظل تتفاعل وتتولد هي هاي الابيثيليال لاير، تصير هنا مثلث احمر مثل الحمايه بعين نعم. المريض. اولا تسبب له ازعاجات كثيره وكشكل، فالمريض يجي ضايج من عندها. بالعلاجات قسم من عندها تروح بالعلاجات تخف، وقسم لا الا عمليه. العمليه عاده هي ترجع، يعني نسوي له عمليه ترجع. اللي قدامي يخليه بباله. هاي بعض العمليات الحديثه ترقيع وكذا لا ما ترجع. زين دكتور، الحول هذا وراثي؟ لو اكو حول مثلا خلال يعني حياته انه صار بيه حول بسبب اي هو مرض؟ نوعين، هو اغلب انواع الحول هو وراثي. نعم. اغلبه، لكن بعضهم من يفقد الرؤيه بوحده من عيونه، نعم. هاي ما يشوف فيها، العضلات راح تضعف مالتها راح تشمر على الخارج. ايضا هذا حول هو مو وراثي، بسبب الحادث، بسبب فقدان البصر، هالشكل. ويبقى طبعا هذا الوراثي انواع وكذا وكذا وكذا. زين من اهم الاسئله دكتور، احنا يعني انا مواليد 92 يعني عمري 33 سنه، اتذكر احنا من كنا صغار الاطفال اللي مقصدي احنا كنا اطفال نلبس، يمكن نادرا القى واحد لابس نظاره شو ورا القرن ال21.
شفت الاطفال هسه كلها لابسه نظارات، شنو السبب قبل عن هسه؟ السبب هو الافراط باستخدام الاجهزه اللوحيه، نعم. اللي ايبادات والالعاب والموبايل. يعني العائله قبل، احنا في زمننا كنا نلعب بالشارع ونرجع للبيت. صح. هسه لعبه الطفل يلزم اللعبه ويظل يلعب. نعم. فهذا دائما مقرب هذا على عينه هالشكل، فراح يتعود يشوف بس مسافات قصيره، فيصير عنده اغلبهم قصر بصر. مم. اغلبهم، واللي عنده اصلا هو حول، العفو، عنده بعد بصر، راح يصير عنده حول. زين، فشي يسوون الاهل يشوفوه، وبعض الاهل اشوفهم سعداء لان مخلصين من اللغوه مالته من الهوسة. والهوسه، من الهوسه مالته، أي. عايفيه يلعب ساعتين ثلاثه، هم راسهم بارد من عنده. اي، فهي هاي الاسباب. هاي. فاغلبهم دا يجون الاطفال ضعف بالبصر وعنده حول، هواي مشاكل عندهم بعيونهم. دكتور عندي سؤال، اي لو العين تقدر تحكي، اي، شنو النصيحه اللي راح تقدمها للناس؟ تقصد الاستنجاد اللي اي. تستنجد بيهم؟ نعم. اي، راح تقول لهم ارحموني من الاجهزه اللوحيه، قللوا. اي، واللي عنده شغل، يعني شغله دائما بالاجهزه اللوحيه، بالموبايل، بالايباد او الحاسبه. اي، اريد تطبق القواعد التاليه. زين، تلبس نظاره بلو كات، لان هاي الاشعه اللي دا تجي دا تاذيني، اشعه ضاره. اشعه ضاره دا تاذيني. نعم. اي، ارحمني، البس هاي النظاره. زين، اشرب ميه هوايه، لان اني الرطوبه والهذه ايضا تفيدني. نعم. ودائما من نتباوع كل ثلث ساعه، كل نص ساعه، بعدني عن النظر للقريب. باوع مسافه بعيده، ما اريد من عندك، فد 20 ثانيه تباوع للبعيد وبعدين ارجع كمل. هشكل. زين، اكثر الامراض. واذا العفو، واذا طلعت بالشمس، نعم. ايضا البس نظاره بولارايزد، لان الشمس خاصه هنا بالشرق الاوسط عاليه. صح. وقويه ومليئه باليوفي لايت. اي، مرات حتى بعض الشركات اللي عندنا بالعراق تصدر انذار انه صعد اليوفي لايت هالقد. اي. حلو. أي. زين، اكثر الامراض انتشارا بالعراق من ناحيه الامراض اللي تصيب العين؟ اغلبهم حساسيه وجفاف. يعني اغلب المرضى اللي راجعوا. اغلب المرضى اللي اشوفهم العراقيين حساسيه وجفاف، واكيد هذا باوروبا مو موجود يعني. صحيح. ايه، اللي عندنا. زين، اكو هوايه اشخاص بالليل ما يشوف، بس بالنهار. زين، هذا أي. شنو نوعيه المرض اللي عنده؟ يعني انا هذول اشوف اللي يسوق سياره يقول لك اني اغمض عيني ما اشوف. هاي اسباب كثيره. اللي بالليل ما يشوف، هذول جماعه العشو الليلي، هاي واحد. اللي عنده قصر عالي ايضا ما يشوف بالليل. زين، اللي عنده مي ابيض وهذا المي الابيض صاير بالسنتر مال النيوكلير نسميه. نعم. زين، او خلف العدسه، هذا ما يقدر يسوق بالليل، لان بس يضرب عينه ضوء راح يتقلص البؤبؤ ما يشوف. اي. زين دكتور، العشو الليلي لحد الان ما له علاج؟ حاليا ما لقوا له علاج لحد الان، لحد ما له اي علاج. يعني العشو ممكن انه الليلي. الطب يتطور. هو العلم وراث يتطور. طبعا، الطب بس حاليا بحوث عليه، وبعد ما صادره يعني. زين. أي. دكتور، بعد عمليه سحب الماء الابيض وزراعه العدسه، او وراء عمليه تصحيح البصر، اكو نغزات تصير بالعين. هاي النغزات بسبب العمليه لو هاي نغزات اعتياديه وراء العمليه تكون؟ هاي نغزات اعتياديه بعد العمليه. ليش؟ لان احنا دائما نبلغ المريض، نقول له راح يصير عندك جفاف مؤقت. نعم. اعراض الجفاف المؤقت هي النغزه، نسميها تشكه احنا، وتصير حكه، يحس عينه بيها مثل الرمل، وتصير حرقه بيها وتدمع. هذا ليش؟ بسبب الجفاف المؤقت. فاحنا دائما مرضى تصحيح البصر وعمليات المويه الابيض نبلغهم قبل العمليه وبعد العمليه، حتى ما يروح للبيت ويقلق. يعني امر روتيني عادي. امر جدا روتيني، قسم شهرين ويصير زين، قسم 6 اشهر ويصير زين، ترجع الخلايا تشتغل من جديد ويرجع طبيعي. فاحنا خلال هالفتره لازم متابعه ويانا، واحنا نوصف له القطرات المناسبه حتى نعوض هذا النقص والجفاف المؤقت. نعم. الى ان يرجع طبيعي. زين دكتور،
اغلب الاشخاص اللي اعمارهم 55 سنه او فوق ال 50 سنه تنصحهم اذا كانت عنده مشاكل بالرؤيه تصحيح بصر لو ينتظر يصير بيه مي ابيض على مود يسوي له زراعه عدسه؟ يتفضل انت. انا بالنسبه لي هيك يا عمار، هو اوريدي راح يصير عنده سنال كاتاراكت اوريدي، يعني شيء محتم، حاله حال الشيب. نعم. احنا ايش قد ما نهرب من الشيب ونريد نبقى شباب والشيب يترس راسنا. نعم. زين، نفس الشيء العين، من يعبر سن الخمسين خاصة بالعراق عندنا بعد سن الخمسين يبدأ عنده بداية مي أبيض ويزيد. فهاي الأعمار احنا غلط نسوي له تصحيح بصر، لأن نسوي له تصحيح بصر راح يعيش سعيد فد سنة سنتين المي الأبيض ينزل عنده، لأن هو أمر حتمي راح يصير عنده مي أبيض. راح تغوش عينه مرة الأخرى، راح نعرضه لعملية أخرى نسحب المي ونزرع عدسة. فعلى اليمن احنا يبقى عندنا نظارة ويصير مي أبيض أفضل، ونسحبه ونزرع له عدسات أفضل. وترجع عينه 6 على 6. عملية نسميها فاكو. نعم. زين دكتور، اكو ناس هوايه يصير عنده صداع. مرات همين الصداع اللي يصيب الانسان بسبب العين. اي اسباب كثيره، ارتفاع ضغط العين يسبب صداع. نعم. اذا عنده قصر او بعد او وخاصه الاستجماتيزم وما يلبس نظاره يصير عنده صداع. يجي يقول دكتور انا راسي وجعني ما اعرف شنو. يسوي تحاليل هو ما بيشي. اسوي تحاليل طبيعيه، اشيك الضغط طبيعي ما بيه شيء. نعم. زين، هذا الاسباب اللي تخص العين. اما ارتفاع ضغط العين او ما يلبس نظارات. اكو اسباب اخرى، الجيوب، زين، داء الشقيقه، صح، ارتفاع ضغط الدماغ. اي هذا مو اختصاصاتنا، احنا من نكتشفه نشوف العين سليمه لا نرجعها لابو الاختصاص. زين دكتور، عمليات قص الاجفان تنصح بيها لو لا؟ هي بعضها ضروري طبعا، قص الاجفان بعضها، يعني قسم البتوسز هذا ما يخلي يسوي العين كسوله ويؤذي هاي ضروريه. نعم طبعا. وقسم منها تجميليه اذا تهطل وكذا، لكن بصوره صحيحه لازم تجرى. اي مو بشيء مفرط. نعم. وبعدين يصير جفاف مزمن والجفن ما ينسد بصوره صحيحه. اي هاي لا بيها اضرار اصبحت عندنا. زين دكتور، هم يجوك مرضى للعياده حاقنين بوتوكس والجفن نازل، العين نازله، بيها مضار لو لا البوتوكس؟ اي طبعا بيه هوايه سايد افكت. يجوني يجي الدكتور اني هاي عيني نازله وهاي لا مفتوحه طبيعي. نعم. فشنو السبب؟ اني من افحص راسا اخذ يعني فيرست امبريشن انه مخليه بوتوكس. نعم. اي يحقنوه بالمكان مو الصحيح فيسبب تهطل بهاي العضله. اي وهذا طبعا 6 اشهر والى ان يروح مفعوله ترجع العضله لطبيعتها. يعني ما راح يصير يعني ضرر قوي على العين. اي ضرر طبعا، يسوي طبعا احراج. هي لعد ليش سوت بوتوكس؟ صح. البنيه غير شيء جمالي، صح، بعدين انعكس ضدها. صح. وقسم تشوف ازدواجيه بالرؤيه، شوف الواحد اثنين. تصور يعني هي موظفه بالدائره وشوف الواحد اثنين. زين، فشنو الفائده المرجوه من البوتوكس؟ صح. اصبحت اضراره اكثر من فوائده. اي زين دكتور، اللي عايشين بالقرى والارياف ليش الرؤيه مالتهم اقوى من اللي عايشين بالمدن؟ اي هذول لان ماكو بنايات تحجب عنا الرؤيه. نفس الفكره اللي طرحناها، فدائما هو يباوع مساحات مفتوحه فيكون نظره قوي. ابن المدينه دائما يباوع هنا بنايه، هنا عماره، هنا زقاق، فنظره محدود. نعم. يصير دائما. ولذلك ابن المدينه دائما اغلبهم يلبسون نظارات، وابن الريف دائما نظره يكون قوي. هاي عن خبره احكيها. زين الاكل هم يلعب دور؟ هسه يطلع لنا واحد ابن قرى ويقول انا البس نظاره، فعلا شيء وراثي تلبس نظاره ما له علاقه. بس احنا نحكي انه الاغلبيه. اي اغلبيه. زين دكتور، انت كاختصاص هذا مرغوب بكل دول العالم. ايش معنى ما اختارت انه انت تعيش خارج العراق؟ ليش بقيت بداخل العراق؟ هذا السؤال دائما انا اقراه عند الاطباء الناجحين. تمام. يقول له دكتور ليش بتطلع خارج العراق تطور من مهاراتك، هناك اكثر شغل، هناك اكثر فلوس، هناك اكثر شغله، ايش معنى اختارت تبقى بالعراق؟ والله انا عندي هوم سيكنس يعني قوي. واصدقائي المقربين يعرفوا ما اقدر اعيش 4 ايام خارج العراق، ما اقدر.
ما شاء مرات الله. نروح مؤتمرات هناك، يعني 4 أيام ارجع. ما تقدر هسه تشتغل. يعرفوني الكل، يعني من اروح مؤتمر 4 أيام ارجع، ما ابقى اسبوع. حتى لو اسبوع ما اتحمل، ها. ما اقدر. اي هوم سكنس جدا قوي، وما تقدر وما تطلع وما للبحر. وما له علاج، ما اقدر. ما اي تقدر اي يعني. اي اي. ما شاء الله. دكتور رعد، هسه احنا صيف والدنيا حاره، اغلب الشباب والعوائل يروحون للمسابح وللمزارع ودي يسبحون بالمي، والمي بيه كلور، يفتحون عينهم بالمي، بيه مضار على العين لو لا؟ اي بي اضرار كثيره، انا محذر من عندها، لان هذا ماده الكلور راح تتفاعل ويا العين، تسبب جفاف مزمن، نعم. حساسيه مزمنه، تسبب حتى تقرحات بالقرنيه. اي مم. فما انصح انا. الوقايه يلبسون نظارات نعم. اثناء السباحه وخليه يفتح عينه. زين لنفرض هو ما لبس نظارات وعينه صار اغلبهم عينهم صار حمراء، اي راسا يخلي اول ما قطرات. يطلع من المسبح، اول ما يطلع نعم. يغسل عينه بمي نظيف، مي بارد، يغسلها حتى يقلل هاي الماده، واضافه لاستخدام القطرات المرطبه فقط. نعم. اي هو هذا الوقايه من عنده والعلاج. زين دكتور، اكو هوايه شباب، يعني هاي اسئله من الشباب اللي اختاريناها، من ضمنها اللي يشربون المشروبات الكحوليه عينهم تصير حمراء اغلبهم، شنو السبب؟ السبب هو الكحول يسبب سرعه تدفق الدم نعم. وغزارته، يسميه بالبيتيشن وفازو دايليتر كل الجسم. فالاوعيه الشعيرات هاي كلها تتوسع فتبين عينه حمراء. أي. اي زين اخر سؤال دكتور، اي تنصح بالنظاره ولا العدسه؟ لا، النظاره انصح بها. تنصح بها العدسه خطره على العين، خطوره يعني، زين. مو بس ما انصح. النظاره لو تصحيح بصر؟ هذا راجع للمراجع. ها. راجع للمراجع، هو شي قرر. مثلا كشي جمالي لا يستغني عن النظاره، يعني يجنب بناتنا يعني يجون دكتور اني بالكليه نعم. وعلى ابواب زواج وكذا، هاي عاده اللي عندها قصر من تلبس نظاره عينها تبين صغيره، نعم. فتضيع جمال وجهها. صح. تصير هم شغله جماليه وهذه، فنسوي لها تصحيح بصر، لان اصبحت النظاره عبء عليها. زين، وقسم اللي تنكسر بين فتره وفتره، صح. وتكلفه ماديه. صح. كل فتره يبدلوها. لا، انصح بتصحيح البصر. يجي واحد شاب يقول اني احلى بالنظاره، اقول له لا تسويها، على من مسويها، ماكو داعي. زين النظاره تعالج؟ لا ما تعالج، بس تحافظ لنا على العين من الصداع، على الراس ما يصير عنده الم. يعني هذا اللي عنده نقص درجه او درجتين اذا لبس نظاره مده السنين ما تتعالج العين، تبقى نفس لا الدرجة. هي تبقى نفس الدرجه. لكن هو ليش يلبسها اولا الرؤيه تصير واضحه، واذا بعض قلنا الاستجماتيزم يسبب صداع بالراس اذا ما يلبس له نظاره. نعم. لازم يلبس نظاره. اي زين، نختم الحلقه وياك بنصيحه دائميه للناس تخص العيون. هاي كاميرتك، هاي كاميرتك، اختار لك الكاميرا، نصيحه دائميه لهم. انا افضل هسه احنا باجواءنا ما الشرق الاوسط، جونا حار خاصه بالعراق وشمس عاليه. شرب المي يعني لا يترك نفسه عطشان، الاكثار من شرب المي. نعم. عدم فرك العين، هذه النصيحه الثانيه. يعني حتى لو تحكك تحس بها نغزات، لا تفركها. كل ما تفركها اكو انزيمات راح تنفرز اكثر، وراح تحتاج الى فرك عينك اكثر. وفركها يسبب تساقط بالرموش، يسبب ضعف بالبصر، قرحات بالقرنيه، ماكو داعي. زين، اذا انت شغلك بالموبايل او دائما تنظر الى مسافات قريبه، اعطي لنفسك راحه، كل نص ساعه باوع على مسافه بعيده. هذا نوع من التمرين لعينك يحافظ على صحتها. من تطلع بيجي شمس ويجي اجواء، اكو نظارات بولارايز، نظارات شمسيه، اني انصح بيها. هي هاي اهم النصائح حتى نحافظ على العين. نورتني اليوم دكتور، أهلاً شكرا وسهلاً. جزيلا لك. حبيبي الغالي، الله. اهلا وسهلا بك.